3, 2, 1. يا ما انا بحبك يا اوغندا من جوه انا غشيش قلبي. فعلا الطبيعة هنا تهوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل أصدقائي وصديقاتي المحترمين في المصطبة حكايات. عود على بدء حلقتنا النهاردة، حلقة حلوة وشيقة جدا. زي ما انتم عارفين طبعا يا جماعة ان المخابرات المصرية في فترة الستينات تقريبا كانت مجندة نص الشعب المصري، سواء فنانين او فنانات مشهورين او رجال اعمال او حتى من الطبقة الوسطى. يعني ما شاء الله ما كانتش مخليه حد، سواء بعلمهم او من غير علمهم. وحلقتنا النهارده يا جماعه عن الفنانين اللي اتجندوا من المخابرات المصريه، وسواء كانوا عارفين او مش عارفين هم اتجندوا ليه وازاي. المهم انهم شاركوا في اكبر عمليه من عمليات المخابرات المصريه، وهي تفجير الحفار الاسرائيلي كينتينج 1 او كينتينج 1. تعالوا بقى نشوف الاول مين هم الممثلين او الفنانين دول، وايه الحفار الاسرائيلي ده وايه حكايته. بس فضلا وليس امرا ما تنسوش عمل لايك للفيديو ده لو عجبكم. المهم الفنانين هم صفاء ابو السعود، فؤاد المهندس، الراقصة سهير زكي، الراقصة نجوى فؤاد، محمد رضا، سيد زيان، نبيلة السيد، سيف الله مختار. وده اللي قالوا عليه ان هو الاخ الشقيق للفنان احمد رمزي علشان في شويه شبه بينهم، لكن الفنان احمد رمزي انكر وقال ان دي اشاعه وان هو ملوش الا اخ واحد عايش في الولايات المتحده الامريكيه ويعمل في مجال الطب واسمه حسن. اخيرا عبد السلام محمد. ده بالنسبه للفنانين والممثلين. اما بالنسبه للحفار الاسرائيلي كينتينج 1، فبعد هزيمة مصر في حرب 1967 من إسرائيل، كانت إسرائيل في عز انتصارها وبتخطط إزاي تسيطر أكتر على أرض سيناء. وبعد النكسة 67 فكرت إنها تحفر في أرض سيناء وتستخرج بترول من أرض سيناء، وبالتحديد في منطقة خليج السويس. وقامت فعلا بالتعاقد على الحفار كينتينج 1 لاستخراج البترول من سيناء. والحفار ده كان مقرر خروجه من كندا الى مصر عن طريق ساحل العاج اللي هي كوت ديفوار حاليا. وفي شهر مارس 1969 وصلت معلومات للمخابرات المصريه ان في حفار موجود بالفعل، وانه دلوقتي موجود في المحيط الاطلنطي في طريقه للساحل الغربي لافريقيا، وهيقف في ميناء دكار بالسنغال عشان هيمون، يعني زودوه بالوقود. ولما وصل خبر للرئيس جمال عبد الناصر جن جنونه وقرر تدمير هذا الحفار قبل وصوله لخليج السويس بأي ثمن وبأي وسيلة وبأي خسائر. بس كان فيه مشكلة. ايه المشكلة دي؟ ان اسرائيل عاملة ملعوب. ايه الملعوب اللي عاملاه اسرائيل في نقل الحفار ده؟ فاكرين زمان لما كانوا الكفار عايزين يقتلوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعملوا ايه؟ وقالوا ايه؟ نجمع من كل رجل قبيلة. كانوا عايزين ياخدوا من كل قبيلة شاب قوي ويقتلوا الرسول عشان دمه يتفرق بين القبائل، فمحدش يعرف ياخد دمه او يطالب بدمه او حتى بفدية. هيطلبوا من مين ولا مين؟ ده القبائل كلها. معنى كده ان الحفار ده لو اتعرف ان مصر هي اللي ضربته وفجرته، كده مصر هتبقى واقفة لوحدها في حرب قدام 5 أو 6 دول على الاقل. ليه بقى؟ لان اولا الحفار كينتينج 1 ده صنع في بريطانيا، ده واحد، مصنوع في بريطانيا، صنع انجليزي، وتملكه شركه امريكيه. طبعا اسرائيل هي اللي عامله كل ده ومخططه كل ده عشان تعجز مصر. صنع في بريطانيا، تملكه شركه امريكيه اللي مأجراه اسرائيل. القاطره اللي بتجره في المحيط الاطلنطي قاطره هولنديه، وهو طالع اساسا من كندا ورايح اسرائيل وهيتفجر في ميناء افريقي. شوف كم دوله، 5 أو 6 أو 7 دول. مصر طب كلها قصاد دولت. يعني اسرائيل جمعت اهم دول في العالم وقتها، من بريطانيا لامريكا الاتحاد السوفيتي لافريقيا، لاسرائيل نفسها. يعمل ايه بقى جمال عبد الناصر والمخابرات المصريه
في المشكله او الكارثه اللي هم واقفين قصادها دي. واقوى 4 مخابرات في العالم وهم المخابرات الاسرائيليه اللي هي الموساد، المخابرات الامريكيه CIA، المخابرات البريطانيه SIS، المخابرات الروسيه KGB. المهم عبد الناصر والمخابرات المصريه ما همهمش كل ده، كل اللي كان في دماغهم هو تفجير الحفار الاسرائيلي باي وسيله وباي ثمن وباي خسائر. وبداوا بالفعل يخططوا لكيفيه تفجيره في ميناء دكار بالسنغال، وسموا العمليه باسم الحفار او عمليه الحج عشان ايامها كان موسم الحج. ولسه بيقولوا يا هادي للاسف بعد 9 ساعات بس لقوا الحفار بيطلق ويعلن صفارته معلنا مغادرة الميناء. والمحطة الجاية اللي المفروض هيقف فيها ويمون منها هي أبيجان عاصمة ساحل العاج. وفعلا وصل الحفار لأبيجان في فجر 6 مارس 1970. هنا بقى كان لازم المخابرات المصرية تتحرك بسرعة جدا جدا لأن دي تعتبر آخر فرصة لهم. بس ازاي هيشيلوا كل المعدات دي والمتفجرات دي ويعدوا بيها من 5 أو 6 دول من المطارات بتاعتها؟ وازاي هيزرعوا الالغام دي؟ اتاريهم كانوا عاملين حسابهم على كل الحاجات دي من اول ما سمعوا عن نية اسرائيل انها تجيب الحفار، وكانوا مجهزين ازاي هيدخلوا لاي دولة افريقية مين اللي هيمر على الحفار علشان يمون فيها. هنا بقى كان تجنيد حلقتنا النهارده كان تجنيد الفنانين اللي انا ذكرتهم في اول حلقه. فالخطه كانت عباره عن ايه؟ عن تصوير فيلم في افريقيا وغابات وادغال افريقيا. والفيلم كان عباره عن عمليه تمويه لتنفيذ عمليه تفجير الحفار الاسرائيلي. والحقيقه انهم عملوا فيلمين مش فيلم واحد. وطبعا في وقت قصير جدا، ويعتبروا افلام تجاريه بحته لا فيها مضمون ولا قصه ولا حبكه دراميه، ويعني اي كلام والسلام يا عبد السلام. الفيلم الاول كان اسمه ابن افريقيا، فيلم انتاج مصري نيجيري مشترك، بطوله نبيل عبيد ومدحه كامل ونوال ابو الفتوح مع ممثلين نيجيريين. لكن الفيلم الثاني اللي هو اساس حلقتنا النهارده واساس تفجير الحفار كان اسمه عماشه في الادغال. وده اللي كان الاساس في توجيه المخابرات المصريه ضربه قاسمه وقضيه لاسرائيل. بصراحه هو كان فيلم تافه وليس وملوش اي معنى، بس سبحان الله بقى تيجي مع العمي طشاش حقق نجاح منقطع النظير، ويعتبر يعني اول فيلم في تاريخ السينما وقتها يحقق ايرادات 1000 جنيه في اليوم الواحد. والفيلم ده كان ابطاله اللي انا ذكرتهم في اول حلقه، صفوة أبو سعود وفؤاد المهندس ومحمد رضا وسيد زيان وغيره وغيره. والغريب انهم ما كانوش يعرفوا اي حاجه عن موضوع الحفار. الفيلم كان معمول بس عشان المخابرات المصريه تقدر تدخل المتفجرات مع معدات الفيلم داخل الكاميرات والات التصوير وغيرها مع عمل الفيلم. واختلط بقى رجال المخابرات مع الممثلين وكانهم شايلين معدات تمثيل وكده عشان يعدوا من المطارات. المهم قدروا يدخلوا ساحل العاج بباسبورات مزوره وكانهم ممثلين مع الممثلين الاصليين. المهم دخلوا وكانوا المفروض الا يفجر الحفار 8 افراد من اكفأ رجال المخابرات المصريه، تواضع بشريه. بس اللي كان مع طاقم الفيلم كان هو الفوج الاول من المخابرات وعددهم 3 بس، ال5 الباقيين كانوا هيجوا تاني يوم مع باقي اعضاء الفيلم تاني يوم في طياره تانيه. يعني موجود دلوقتي 3 بس فوج اول. فاول ما وصلوا اللي هم الفوج الاول خافوا للحفار يعمل زي ما عمل في السنغال ويغادر فجاه ويعلن صفاره المغادره قبل ما الفوج الثاني يجي بالطياره الثانيه بكره، ممكن يمشي النهارده ممكن يمشي دلوقتي ما يعرفوش. فخافوا والحماس بتاعهم خدهم وقرروا هم ال3 والرابع بتاعهم اللي هو الرائد خليفه جوده الرئيس بتاعهم والقائد، قرروا تنفيذ المهمه وتفجير الحفار هم ال3 بس، واللي يحصل بقى. بس يعني اللي فجر الحفار 3 فقط، هم الملازم اول حسني شراكي، الملازم اول محمود سعد، وضابط الصف احمد المصري. ولك بدل ما نزرع المتفجرات تحت 3 اعمده عشان ما فيش معانا متفجرات كلها والباقي لسه ما جوش، احنا هنزرع زي ما تيجي وربنا يسترها بقى. احنا هنحط المتفجرات تحت عمود واحد من اعمده الحفار، كان له 3 اعمده تحت في الميه، فقال لك هنحط تحت عمود واحد وخلاص هيكفي يعني. طبعا ده بالاضافه الى زرع المتفجرات تحت البريمه الرئيسيه للحفار. كده ممكن قالوا ممكن يجيب نتيجه.
والحمد لله جت نتيجة مبهرة، وكان الانفجار زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة دلوقتي تم بحمد الله في الساعة 7 صباحا 8 مارس 1970. انفجر الحفار في قلب المحيط الأطلنطي، وأرسلوا بسرعة إلى الرئيس جمال عبد الناصر تلغراف مكون من كلمتين بس، هما مبروك الحج، اللي هي العلامة والكود بتاع العملية بس. الحمد لله. وبعد كده انتصرت مصر في حرب 73 وعادت لمصر كرامتها. أصدقائي وصديقاتي، لو عجبتكم الحلقة ديت أرجوكم لا تنسوا الإعجاب وعمل لايك والاشتراك في القناة ليصلكم مني كل ما هو جديد وغريب. تحياتي لكم، أخوكم عبد الرازق محمد، وشكرا.